شهر عظيم قد تسامى قدره وعلى رباه تنزل القرآن. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ما نقدمه من كلمات ومن برامج في ميزان الحسنات وأن ينفع بها. نواصل إن شاء الله في الحلقات المتعلقة بهذا الشهر المبارك، وهي النفحات رمضانية. هي عبارة عن كلمات موجزة مختصرة نحاول من خلالها أن نبث فكرة أو أن نعطي معلومة أو أن نعطي غاية أو حكمة أو فائدة أو ثمرة حتى ننتفع بها في نهاية المطاف. أريد أن أتكلم إن شاء الله اليوم عن قضية رمضان والأسرة المسلمة. الإنسان المسلم أيها الإخوة، الله عز وجل أمره أن يقي نفسه ويقي أهله من النار. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. فأمرك الله تبارك وتعالى أن تسعى في هذه الحياة إلى أن تنقذ النفس وتنقذ الأقارب، تنقذ الأهل، تنقذ الأبناء، تنقذ الأسرة، تنقذ الزوجة. رمضان هو دورة من الدورات المهمة جدا لإصلاح الأسر. ابتداء لو أحسننا كيف ندخل إلى رمضان وكيف نعيش في رمضان وكيف نخرج إن شاء الله من هذا الشهر المبارك بإذن الله تبارك وتعالى إلى ساحات أوسع، لها علاقة عموما بمفهومنا نحن في هذا الشهر، كيف نحاول أن نستثمر في رمضان لإصلاح أسرنا. لا بد أن يحمل الإنسان هما في إصلاح أسرته، ويمكن أن تكون هذه المسألة من خلال جلسات مختصرة يجلسها رب الأسرة مع أبنائه مع أسرته، ويحاولوا أن يضعوا برنامجا مختصرا لأنفسهم، برنامج لتلاوة القرآن، برنامج لكيف يذهبون إلى القيام، برنامج لمسألة الإنفاق في سبيل الله، برنامج لتفقد الجوار، برنامج تربوي داخل الأسرة. على كل لا بد أن نستصحب أن رمضان هو مساحة كذلك، كما هو مساحة للتربية الشخصية، التربية الذاتية، مساحة كذلك للإصلاح الديني والإصلاح الاجتماعي والإصلاح الأسري. هذا المعنى لا بد أن يكون حاضر عندنا في شهر رمضان. فلا يمكن للإنسان أن يكون منشغل بنفسه يسابق في الخيرات ولا يلتفت إلى من حوله ولا يكون ناصحا لهم، بل ربما يكون غاشا والعياذ بالله لأسرته ولأبنائه من خلال أنه لا يأمرهم بالمعروف ولا ينهاهم عن المنكر ولا يحضهم، ولا يجعل هذه المدرسة، مدرسة رمضان، هي فرصة لصياغة هذه الأسرة صياغة جديدة حتى يستطيع إن شاء الله أن يخرج بهم إلى الساحات الأرحب والميادين الأكبر. فإن رمضان هو شهر كذلك إصلاح الأسر، وشهر لتربية الأبناء، وشهر كذلك لأن ندرك بأن رمضان فرصة لأن نستثمر في هذه الحالات الإصلاحية. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم كما تحكي أمنا عائشة رضي الله عنها، لما يأتي العشر الأواخر كان النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان شد مئزره وأيقظ أهله وأحيا ليله. لاحظ كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم يستصحب معه في قيام الليل حتى هو في بيته، يوقظ الأهل. فهل أيها المسلم الكريم، هل استطعت أن تجعل من شهر رمضان مساحة لإحياء الصلاة داخل البيت؟ هل جعلته مساحة لإحياء القرآن داخل البيت؟ هل جعلته مساحة لتكثير النصح داخل البيت؟ هل جعلته مساحة لإصلاح من فسد من أبنائك وحاولت أن تجعل من رمضان فرصة لأن تأخذ بيده حتى يكون إن شاء الله في طريق الهدى لا في طريق الضلال؟ هل جعلت ذلك فرصة كذلك لأن هذه الأسرة تلتئم أحوالها وتحاول أن تصلح ذات بينها إن كان هنالك من مشكلات؟ كل هذه المعطيات لها علاقة عموما بالأسرة، ولكن التخطيط السليم، التخطيط الصحيح قبل رمضان أو أثناء حتى رمضان أو في بداية رمضان، ومتابعة هذا الموضوع، وأن تجعل لك أجندة، مثلا أن تضع لك مجموعة مهام تبدأها في بداية رمضان وتنتهي إلى نهاية هذا الشهر المبارك، فيها زيارات، فيها تلاوة، فيها قيام ليل، فيها إصلاح ذات البين، فيها صلة الأرحام، فيها تفقد الجيران. هذه المعاني كلها لها صلة بإصلاح الأسرة المسلمة. وإذا صلحت الأسرة إن شاء الله بطبيعة الحال، هذه اللبنة الأساسية التي يعتمدها النظام الإسلامي في بنيته الكلية، يعني الولاية الصغيرة تبدأ من الأسرة، ولاية الوالد على أسرته وقوامه على زوجته وقوامه على أبنائه،
هي التي يبنى عليها بعد ذلك النظام الإسلامي كله، النظام الاجتماعي الإسلامي والنظام السياسي الإسلامي يبدأ من قضية الأسرة وصلاح هذه الأسرة. فلنجعل رمضان مساحة كذلك لإصلاح الأسر، مساحة لأن نأخذ أسرنا إن شاء الله إلى الخير، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما فيه الخير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شهر عظيم قد تسامى قدره وعلاه ما تنزل